السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين بشهر رمضان. في الحقيقة ده موضوع اللي انا جاي اكلمكم فيه النهاردة، وهو رمضان. ناس كتير قوي قوي بيعدي عليها رمضان زي اي شهر، وبعدين يقولوا انا ما حسيتش برمضان خالص السنة دي زي السنين اللي فاتت. انا كنت بحس برمضان قوي زمان وانا صغير، كان زمان جوانا نقاء وبنفرح برمضان، بس اللي هو الصيام ده بالنسبة لنا أعظم عبادة. الصلاة في وقتها ده أعظم عبادة، فكنا بنبقى حاسين قوي برمضان عشان بنعمل الحاجات دي فبتقربنا منه. مؤخرا لما كبرنا وبقى عندنا ضغوط وهموم ذنوب كتير قوي قوي قوي، فما بقيناش نحس بلذة رمضان، ما بقيناش عارفين نجهز له. الواحد لو بيكون عنده امتحانات اخر السنه، ولا عنده مناسبه مهمه، او اي حدث مهم في حياته هيحصل، بيفضل يجهز من قبلها قد كده ويشوف هيلبس ايه وهيعمل ايه. احنا مبقناش نعمل ده رمضان، فهو ده ما بقاش يحسسنا بفرحه رمضان، بقيمه رمضان، بهله رمضان علينا. فجايين بقى نحاول ان احنا نجهز نفسينا النهارده، نشوف ازاي نقدر ان احنا نكون احسن رمضان ده ونحس بيه. رمضان ده ممكن يبقى فرصتنا الاخيره في الدنيا، يعني ممكن ما يبقاش عندنا اي محاولة تانية ان احنا نعمل اي حاجة في حياتنا غير رمضان ده. ممكن ما نلحقش ان احنا نروح لرمضان اللي بعده. فرصة كبيرة قوي المفروض ان احنا ما نضيعهاش، كمان ان احنا نكفر بيها ذنوب كتير قوي. ممكن نكفر بيها ذنوب السنة كلها برمضان ده. لو احنا بقى سيبنا رجب ما عملناش فيه حاجة، فوتنا شعبان ما عملناش فيه حاجة، معانا رمضان نفسه بقى. فاول حاجة او اكتر الحاجات اللي احنا لازم نبتدي نحس برمضان بيها، ان احنا نفهم ايه هو رمضان، مين رمضان، ليه الشهر ده مقدس قوي قوي كده. رمضان ده يا جماعة تاني ركن من اركان الاسلام، يعني اسلامنا ديننا اصلا اللي احنا حياتك كلها عليه، ده يعتبر فيه حيطة عمود من البيت. فقد ايه رمضان حاجة مهمة جدا. الصوم، هو مش رمضان، هو الصوم، بس هو رمضان معروف بالصوم، رمضان ده شهر الصوم، فاحنا بنتكلم عن رمضان. فيا جماعة هو حاجة مهمة قوي 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 قوي. كمان هو فرصة كبيرة قوي لتكفير الكبائر، مش الذنوب العادية بقى اللي الصلاة بتغفرها والحاجات دي كلها، لا، ده بيغفر الكبائر. يعني احنا ممكن بس نصوم ونصلي بصدق وندعي ونعمل كل اللي عينه وربنا يغفر لنا كبائر، هدا قدامنا جبال حسنات قد كده. مش عايزين نضيع الفرصة دي، عايزين ندخل بهمة وشغف وعزيمة، نعمل اقصى بس ما عندنا، بحيث ان احنا لو ما لحقناش رمضان اللي بعده نبقى لحقنا رمضان ده، لو ما لحقناش نعمل كل اللي احنا نفسنا فيه نبقى عملنا رمضان ده. نحاول ناخد حسنات على قد ما نقدر. يا جماعه ابواب الجنه ال8 مفتوحين، فاحنا لو متنا، يعني الامر بيد الله، لو متنا واحنا بس ناويين ان احنا نجتهد ونصدق مع ربنا نخش الجنه باذن الله. فمش عايزين نضيع الفرصه دي من ايدينا. نعمل ايه بقى، او ازاي نجهز لرمضان، او ازاي نحس بشعور رمضان؟ هقول لكم نعمل ايه. قبل اي حاجه انا بقول لنفسي وليكم، لان انا اكيد مقصره جدا 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 وبعمل ذنوب وبعمل حاجات، فعايزين كلنا ان احنا نحاول نتوب من اي ذنب احنا شايفين ان هو مش عارفين نبطله. انا مثلا شايفه ان انا في ذنب عماله اقع فيه، اتوب، اقوم اصلي ركعتين واستغفر واقول لربنا يا رب انا اسفه، اغفر لي يا رب، انا مش هعمل الذنب ده تاني، وابقى صادقه مع ربنا. حتى لو وقعت فيه مره تانية وتالتة ورابعه، اصلي مره تانية وتالتة ورابعه، واتوب مره تانية وتالتة ورابعه، مش مهم. نتوب علشان نصفى ونخش على رمضان بقلب سليم، بقلب هادي. لما الانسان بيبقى بجد ناوي التوبه وناوي ان هو يكون نيته صادقه وما يغلطش كده تاني، بجد الراحه نفسيه طب مش طبيعيه والله العظيم. فدي اول حاجه عايزين نعملها، ان احنا كل واحد بيعمل معصيه معينه او ذنب معين ان هو يحاول يتوب منه، فنبتدي ان احنا نصفى. تمام. تاني حاجه عايزين نعملها وهي ان احنا لازم 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 نواظب على القرآن. يا جماعه شهر رمضان ده شهر القرآن، فما ينفعش ندخل رمضان واحنا ملناش ورد، واحنا مش قارئين جزء، مش جزء كامل، لا قصدي جزء في القرآن. فاحنا محتاجين نثبت لنا ورد نمشي عليه. وانا معاكم ان انا كمان احيانا بقع، احيانا بتشغل، بسهى، بنسى، الشيطان بيضحك عليا، فانا كمان محتاجه اثبت ده معاكم، وان شاء الله نقوي بعض. ممكن حتى ابقى اسيب لكم لينك قناه الانستجرام تحت، ونمشي يوم ورا يوم كده، نشجع بعض ونحفز بعض. فان شاء الله ابقى اسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس. فاحنا زي ما قلنا لازم نكون محافظين على جزء معين من القران بنقراه كل يوم، حتى لو صفحتين 3، وكل يوم نزيد، بحيث رمضان يجي نبقى احنا تثبتنا الاسبوعين دول ونكمل بقى، نكمل ونختم باذن الله. باذن الله ربنا يقدرنا نختم اكتر من ختمه و2.
بس ده اول حاجه، يبقى احنا نتوب ونتطهر من الذنوب اللي فينا عشان نبتدي ان احنا نتنفس ونثبت جزء من القرآن نقرأه في يومنا اللي هو الورد القرآن بتاعنا. ثالث حاجة وحاجة مهمة جدا جدا جدا، أذكار الصباح والمساء. احنا ايه يا جماعة اللي بيخلينا نعمل معاصي، او ايه اللي بيخلينا نعمل ذنوب، او ايه اللي تعب حياتنا؟ حاجتين، الذنوب، الشيطان يعني، والعين، الحسد مذكور في القرآن. فده اللي معاصلك حياتنا، ده اللي ما بيخليناش ندفع لقدام. لو حد مثلا بيقول دي كانت بتقرأ قرآن ما شاء الله، ممكن تكوني انت بطلتي بسبب عين حد، ممكن تكوني بطلتي بسبب الشيطان. فاحنا نحصن نفسنا بقى. فاذكار الصباح والمساء دي حاجه مهمه جدا، هو هي اللي ان شاء الله باذن الله تساعدنا برضو في اللي احنا عايزين نعمله. فنواظب على اذكار الصباح والمساء في وقتها، يعني معاكي من اول الفجر لحد قبل الظهر او قبل العصر، اوكي. واذكار المساء يفضل تكون قبل المغرب بساعه، قبل المغرب بنص ساعه في الوقت ده. والاذكار الصباح تكون في من الفجر لحد الصبح، ده وقتها اللي هو بجد انت كده ده وقتها الصحيح. فطبعا احنا ممكن نذكر الاذكار الصباح والمساء في اي وقت في اليوم، بس نحاول نواظب عليها في وقتها الاساسي. ليه؟ لان احنا عايزين نواظب على صلواتنا في وقتها الاساسي، خصوصا صلاه الفجر، خصوصا صلاه الفجر. لان انا عارفه ان في ناس كتير قوي لحد دلوقتي ما كنتش بتصلي الفجر في وقته، فعايزين نواظب على الصلاه. وبرضه هبقى احاول اتشجعكم واتشجع معاكم ونفكر بعض دايما. عايزه باذن الله والله العظيم انا هدفي من الفيديو ده ان احنا بجد ندخل رمضان واحنا مستنينه قوي، مشتاقين له، عايزين فعلا نحصد اكبر عدد من الحسنات في الوقت ده. ليه يا جماعه؟ لان احنا اي شهر نقدر نعمل فيه كل الحاجات دي، بس رمضان بيبقى ليه طله كده معينه، فاهمين؟ فنستفيد ده، نستغل ده ان احنا نجمع بيه اكبر عدد من الحسنات اللي احنا ما قدرناش نجمعها في الشهور اللي فاتت، وما نضيعش ده من ايدينا. بعد كده حاجه تانية برضو هتساعدنا كويس جدا، السبحه الالكترونيه. مش معايا دلوقتي، بس السبحه الالكترونيه حاولوا على قد ما تقدروا ما تقلعوهاش، تكون دايما في ايديكم وانتوا خارجين، وانتوا رايحين الشغل، وانتوا رايحين الجامعه، او انتوا رايحين المدرسه، دايما تكون في ايديكم. تسبحوا بقى باي ذكر يجي في دماغكم. لا، ممكن نعمل ورد للاذكار، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم، اللهم اعفو عني. كل الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه. بعيدة عن السبحة، عايزة طول ما احنا قاعدين مش بنعمل اي حاجة، او حد بيعمل حاجة، اللي واقفة في المطبخ بتغسل المواعين، بتلمع حاجة، بتقطع حاجة، بتروق، وانت ماشية في الشارع، وانت رايحة تجيبي حاجة من السوبر ماركت. كل الوقت اللي واقع مننا ده عايزين ان احنا نستغله في التسبيح وفي الاذكار. بجد هيفرق معانا قوي. بتبقى دقايق، ممكن يعني دقيقة واحدة مثلا بتضيع، اللي هو انا بس بفتح باب الشقة ممكن يكون سبحتي فيها 10 تسبيحات، مش دقيقة، كمان ثواني. فلو خدنا بالنا من ده هنلاقينا ان احنا بنجمع حسنات كتير في بجد اوقات ضايعه مننا. كل واحد في يومه في ساعات كتير قوي تبقى ضايعه منه، فاحنا محتاجين ان احنا نحافظ على ده بقى، نمسك الحاجات اللي هي بتضيع دي ونلبت فيها، لان برضو الوقت دلوقتي الدنيا مبقاش فاضيه قوي. ربنا يقدرنا يا رب ونقيم الليل ونصلي قيام الليل والتراويح وكل الحاجات دي باذن الله. بس انا عارفه ان الدنيا دلوقتي بقت مشاغل قوي عن زمان، فعايزين اي وقت فاضي نقدر ان احنا نستغل في قراءه قران، في تسبيح، زي ما احنا اتفقنا على كل الحاجات دي. وباذن الله ده ما يكونش اخر فيديو، ده بس يبتدي ان هو يحفزنا، يبتدي ان هو يشجعنا. عايزاكم كمان تسمعوا فيديوهات كتير قوي عن استعداد رمضان ونعمل ايه في الوقت المتبقي وازاي ادخل على رمضان. اكتبوا بس في السيرش هتلاقوا حاجات كتير قوي قوي قوي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخرج من رمضان ده واحنا شايلين حسنات كتير قوي، واحنا واخدين حسنات كتير قوي، وعاملين بيوت جميله قوي في الجنه، وربنا يرزقنا الجنه يا رب. واشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا شهر رمضان يا رب. باي باي.